فيديو النهارده دوخني 7 دخات. واحد في سوبر ماركت عادي جدا بيجيب حاجات للبيت، الاقي كيس شيبسي كده من بعيد بيلمع لونه موف. قلت بس الميكس شيدر راجع تاني. هبص عليه الاقيه طعم جديد لشيبسي ومعاه طعمين جداد. ان الاقي الطعمين الجداد دول مش لاقيهم خالص. اهلا بيكم في حلقه جديده من هجرب واقول لك. النهارده هنجرب الثلاث اطعمه بتوع شيبسي الجداد اللي لسه نازلين. طبعا ما كانش الحلقه دي المفروض مخطط ليها ان هي تتعمل، بس لما لقيتهم قلت ما بخلش عليكم ونجربها مع بعض. احنا هنجرب الشيبسي بس بطريقه جديده. كل كيس من دول شيبسي كاتب عليه مقترح ان هو ناكله مع ايه، تمام؟ فاحنا هنجرب الشيبسي وكمان هنجربه بعدها بالحاجه اللي الشيبسي قال لنا اقترح عليها، تمام؟ فاول واحد هنجربه معانا وهو سلطه الحاتي. هو كاتب عليه جرب مع المشويات وكاتب فوق قطمه وقطمه. مش عارف مش شايفينها ولا لا، قطمه وقطمه. دي حركه حلوه من شيبسي الصراحه ان هو تاكله مع ايه. وكمان طريقه الاكل. الكيس ده ب 5 جنيه. من اول ما شفته كده يعني هو لونه اخضر شبه الشطه والليمون. تمام، الالوان ما خلصتش، يعني اعملوا كيس لون مختلف. مش عارف ليه عاملينها كده بنفس اللون. فتعالوا نجرب الاول الكيس الشيبسي لوحده خالص واقول لكم رايي فيه، وبعد كده نجرب بالمشويات الالوان. ريحته كده يا جماعه مش عارف، يعني اول مره شميتها ريحه ورق عنب. يعني مش عارف، ما اعرفش ده عيب عندي ولا ايه. ده الكميه اللي جوه اهي، يعني حاسسها يعني هي قلت كل الكميه بتاعت 5 جنيه. بس تعالوا نجرب. ناكل واحده تانية. بصوا هو يعني بيوديني حته كده سلطه خضراء وحته كده ورق عنب او كزبره او اللي هي الخضره دي، مش سلطه بس في اوقات بيوديني كده سلطه. فهي محتاجين ندوق واحده تاني. زي ما بقول لكم هو مع تالت واحده كده فيها سنه شطه كمان، فهو بيودي حته سلطه. بس الاكتر ان انت بتروح للشبت او كزبره. طيب مع التالتة انا لقيت ان هو بيودي فعلا شويه للسلطه، شويه هنت كده للسلطه. بس الاكتر بالنسبه لي اللي انا دقته بتاعه السلطه. فتعالوا دلوقتي نجربها مع سندوتش الكفته اللي احنا جبناه مشويات اللي هم قالوا عليها قطمه وقطمه. طيب هناكل دلوقتي قطمه كفته وبعد كده قطمه الشيبسي، نشوف هنختلف ولا مفيش اختلاف. هناخد شيبسي. طيب بعد ما جربنا التجربه اللي شيبسي اقترحها علينا، كلت كذا واحده شيبسي عشان احس بالطعم الخفيف قوي بتاع الخضره مع الكفته، لان طعم الكفته طاغي قوي. يعني انا بحس بطعم اللحمه اكتر حاجه، فمع الشيبسي كانت كذا واحده علشان احس بالطعم الخضره اللي هو البسيط قوي ده. فهو ممكن يسموه بطعم الخضره، بس هو بصراحه في سنه يعني سلطه كده، طعم السلطه بسيط قوي فيه. فهي تجربه لذيذه، بس هجربها تاني لا ما اعتقدش. ونيجي للشيبسي التاني اللي بالتوميه. مكتوب عليه جربه مع السندوتشات. ما حددش انهي سندوتشات، بس هو حاطط شكل كبده وسجق كده، مش عارف باين عندكم ولا لا. وبرده مكتوب من فوق قطمه وقطمه. فتعالوا نجرب. وجايب معاه سندوتش كبده. فتعالوا الاول نشوفها. برده نفس الفكره، عامله بالموف اللي انا زي ما قلت في المقدمه ان هو اصلا الموف ده بتاع الميكس شيدر، فانا فكرته اصلا ارجعه تاني. طيب هو ريحته زبادي شويه بصراحه، مش شامم فيه ريحه توميه خالص. تعالوا ندوق. طيب مع رابع واحده حسيت ان في افتر تيست كده في الاخر خالص، بيجي لسعه توم بسيطه، ودي حاجه مش وحشه. يعني لو كان طعمه توم قوي كان هيبقى حاجه وحشه جدا الصراحه بالنسبه لي. فهو انا حسيت كده في الاول طعم شيبسي بالزبادي. مش عارف انا دوقته بس مش فاكر هو كان براند ايه او حاجه، فلو لقيت صورته هحطها لكم هنا. يعني كتجربه يعني ما ودتنيش في حته برضه، يعني حاسس برضه كده التيست بتاعه خفيف. تعالوا نجرب بقى دلوقتي مع الكبده.
طيب بعد ما جربت الكبده معاها شيبسي التوميه، حسيت وانا باكل الكبده وكلت معاها كذا واحده شيبسي عشان احس بالطعم، حسيت بلذعان اللي هو مش طعم توميه. اللذعه بتاعت اللي قلت لكم عليها دي، اللي هي بتاعت الافتر تيست شويه، اللي هي بتاعت التوم شويه بسيط قوي. هو في سنه كده لذعان الخل، طعم لذعان الخل مع التوم. حسيت انه لا مش حلو اصلا يعني، لا ممكن اكله لوحده احسن من اكله مع حاجه. اخر واحد معانا وهو بالليمون المعصفر. ده شكله كده، وطبعا برضو شكله زي بتاع الجبنه المتبله، وهو بيقترح علينا جربه مع السندوتشات عامه، بس هو حاطط طعميه وفول، فانا قررت اجيب الطعميه. هناخد برضو نفس الكلام، فيلا بينا نجرب الشيبس. ريحته ما فيهاش ليمون معصفر خالص الصراحه، فتعالوا نشوف الطعم. طيب قبل ما اقول الطعم نسيت اوريكم الكميه اللي جوه. دي الكميه اللي جوه، وده سعره 7 جنيه. هو طعمه ليمون فعلا يا جماعه معصفر، مش ليمون العادي اللي هو لذعه الليمون او حاجه دقناها قبل كده بالليمون، لا هو طعم الليمون المعصفر فيه قوي جدا. يعني انا ريحته مش باينه، بس طعمه كلت 2 أو 3 ليمون معصفر، طعم جدا. اكتر حاجه جابوها في الطعم بصراحه. فتعالوا دلوقتي نشوفها مع الطعميه هتفرق ولا لا، هتخلي طعمه يقل ولا هتعمل بقى كده توازن. تعالوا نشوف. خلينا ناكل حته من الطعميه. الطعميه مع شيبسي الليمون المعصفر فيهم توازن بنسبه 65-70%، يعني اكتر واحد فيهم توازن من 3 شيبسي اللي موجودين معانا. الليمون المعصفر طعمه باين سنه، مش طعميه مش طبيعي عليه، ويعني عاملين كده توازن لذيذ. طيب تعالوا دلوقتي نقول لكم ايه اكتر طعم عجبنا فيهم بالترتيب زي ما احنا بنعمل كل مره. اول واحد عجبني طبعا الاول ليمون معصفر، طعمه باين، وحتى لما اكلته مع الطعميه كان طعمه برده لسه باين، ما اختفاش قوي. تاني واحد بصراحه كنت محتار ما بين الطعم السلطه الخضراء والتوميه، بس انا حاسس السلطه الخضراء على الاقل فيها طعم الخضره، وساعات بيوديني حته السلطه الخضراء فالطعم باين. واخر واحد معانا التوميه، بصراحه ما عجبنيش خالص وما كانش طعمه لذيذ، فده الترتيب بتاعي. وكده وصلنا لنهايه الحلقه. حلقه بسيطه وخفيفه، يعني احنا اصلا ما كناش عاملين حسابنا عليها، بس اول ما لقيناهم قلنا لازم نوريها لكم ونقول لكم راينا فيهم وبطريقه جديده كده، يا رب تكون عجبتكم. لو نفسك تجرب اي حاجه فيهم او جربت حاجه في الثلاثه اللي احنا عملناهم النهارده، اكتب لي في الكومنتات رايك فيهم ايه، احب قوي اعرف رايكم. وما تنساش السبسكرايب واللايك، بيفرقوا معانا جدا. نشوف اللايك بتاعكم عشان نعرف قد ايه الحاجه دي عجبتكم ولا لا، عشان نعملها تاني ولا لا. وبس كده، سلام.